السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الثاني الثانوي، معاك النهارده واجب إن شاء الله الدالة الزوجية والفردية. تعالى كده نشوف واحدة واحدة، نشوف الكلام ده كان بيقول إيه، مع إن هي سهلة جدا بس أنا برضه هقولها عشان الناس اللي اشتكت من بعض الأسئلة بالذات اللي في آخر الدرس، زي مثلا سؤال زي ده مع إن هو سهل، زي سؤال زي ده، زي الأسئلة اللي بعد دول. في ناس اشتكت من الحاجات دي، قالت يا مستر في حاجات مش مفهومة، فيلا نوضحها مع بعضينا واحدة واحدة. اول حاجه عايز يعرف نوع الداله س اس 2 دي نوعها ايه. طبعا هي الداله باينه، الاس زوجي يبقى الداله وش زوجيه. لو عايز تجيبها بالقاعده كنا بنقول بنحط داله سالب س، يعني شيل كل س وحط مكانها سالب س، تبقى سالب س اس 2. فالاس الزوجي ده بياكل الاشاره ترجع لاصلها س اس 2، فقلنا لو رجعت لاصلها تبقى الداله زوجيه. لو كل الاشارات اتغيرت تبقى الداله فرديه. لو في اشارات اتغيرت واشارات ما اتغيرتش يبقى ديت ليست زوجيه وليست فرديه. فالداله رجعت لاصلها يبقى الداله ايه؟ زوجيه. داله س بتساوي س اس 3، اس 3 فردي يبقى الداله فرديه. بيقول لك هنا ايه؟ الداله الزوجيه من بين الدوال المعرفه الاتيه، يعني كل الدوال فرديه بس في داله زوجيه هو عايزها. السين اس 3 دي فرديه هو مش عايزها، الجا س دي فرديه هو مش عايزها. بص بقى، ديت يا اما دي يا اما دي. تعال نشوف بقى واحده واحده. هو انا المفروض قلت لك كلمه فردي كانه سالب، وكلمه زوجي كانه موجب، صح كده؟ كانه موجب. تمام، يبقى كلمه فردي سالب وكلمه زوجي موجب. حط دي في دماغك هتحل لك اي مشكله. اول حاجه السين بس دي فرديه يعني سالب، الجتا ديت زوجيه يعني موجب، هم مضروبين في بعض، سالب في موجب يديني ايه؟ سالب. سالب يبقى ايه؟ فرديه، يبقى الداله دي فرديه. لو عايز تعرف ليه اقول لك بص، ما هو انت عندك شيل السين وحط سالب س، تبقى سالب س في جتا سالب س. طبعا الجتا بتاكل الاشاره، هيبقى السين قدام كل ده، ما هو انت عندك السالب، ما هو انت عندك الضرب كانهم حاجه واحده، يبقى بقى قدامها اشاره سالب، يبقى اتغيرت اشارتها، يبقى الداله دي فرديه. خلاص، انا قلت لك على طول اهو مشيها كده بالمبدا ده. السين سالب والجتا موجب، سالب في موجب بسالب، والسالب يعني فردي. طب هنا السين سالب في الجا سالب فرديه، سالب في سالب بموجب، موجب يعني ايه؟ يعني زوجيه، يبقى الداله الزوجيه هي دي بس. طيب الاذان ممكن نوقف بس دي عشان خاطر الاذان وهنكمل تاني. يلا كده بعد ما الاذان خلص نبص على بقيه الاسئله. بيقول لي نوع الداله دي ايه؟ على فكره احنا لسه قايلين ان هي داله فرديه لما قلت لك ان السين ديت سالبه فردي والجتا ديت موجبه زوجي، فسالب في موجب بيديني ايه؟ سالب، والسالب دي معناها ايه؟ معناها ان هي فرديه. طب تعالى بص في اللي بعديها، نوع الداله دي جا س على س. السين دي يعني فرديه يعني اشارتها سالب، على الجا دي فرديه سالب، والسين دي كمان فرديه سالب، سالب على سالب يديني ايه؟ موجب، يعني الداله تبقى زوجيه. تمام كده؟ تمام. تعالى في دي، بيقول لك الداله التي ليست زوجيه، مش زوجيه في دول. بص بقى، هي س اس 2 دي زوجيه مش عايز دي. القاء مقلوب الجتا، واحد على جتا، والجتا زوجيه يبقى القاء زوجيه، يبقى مش عايز دي. طيب هنا س اس 4 وس اس 2 اسس زوجيه، يبقى الداله زوجيه مش عايزها. بص بقى دي زوجيه ودي فرديه، ما ينفعش، دي ليست وليست، يبقى ديت هي اللي ايه؟ اللي مش زوجيه، رقم ج. يبقى دي الداله اللي مش زوجيه. تعال بص هنا، اذا كانت الداله زوجيه في الفتره دي من الف لحد ب، فان ب بتساوي كام؟ بص يا عم، لو مثلا الداله زوجيه كده، رسمت كده المنحنى ده، المنحنى ده منحنى داله زوجيه، صح كده؟ فالمفروض النقطه اللي هنا تكون زي النقطه اللي هنا بالظبط، ما هي انعكاسها. يعني لو نزلت عند النقطه دي وقلت النقطه دي مثلا بثلاثه، يبقى لو نزلت دي على محور الثنائي تبقى كام؟ بثلاثه بس في الاتجاه السالب، بس تبقى سالب ثلاثه. حلو؟ فهو لو بدايه الفتره هنا الف، تبقى نهايتها هنا ايه؟ سالب الف. حتى لما كنت بترسم دي زمان في ثالثه اعدادي لو تفتكر، كنت بتقول من سالب 3 لحد الثلاثه، يعني الرقمين دول زي بعض بس واحد بالموجب واحد بالايه؟ بالسالب. يبقى انا بالنسبه لي الفتره دي اللي هي الب، هتكون الب دي مكانها المفروض يبقى سالب الف. خد بالك؟
يبقى يعني خلي بالك هي فيها حاجه، المفروض اصلا الرقم الصغير هو اللي يكون الاول، المفروض الاول ده يكون سالب ودوت هو الموجب. تمام. بس هو بيسالك ايه على اساس هو مديك دي ب ومش معرفك الاثنين ايه اصلا، فطالما دوت بالموجب يبقى الثاني زيه بس بالسالب. بس في نظام الفترات اصلا لازم يكون السالب هو المكتوب الاول، بس هو السؤال مديهولك كده. انا بفهمك في العموم يعني المفروض يكتب الاول هو ده يبقى سالب 3 وده 3، بس على اعتبار ان انا ما اعرفش اصلا الف بكام والب بكام. ماشي. يبقى تاني، لو ده الف يبقى ده زيها بس بعكس الاشاره يبقى سالب الف اهو، وضحتها بس. بص بقى، اذا كانت الداله د دي فرديه، دي داله فرديه ودال عند الواحد تطلع باتنين، اي من النقط تقع على المنحنى. بص بقى، هي كلمه دال الواحد يعني السين بواحد، ما هو المفروض داله س، لما كان بيقول لي داله الواحد اشيل السين واحط واحد، يبقى كده هو مديني السين بكام؟ بواحد. وبتساوي 2، بتساوي 2 دي يعني دي الصاد، يبقى هو الداله الفرديه بتمر بالنقطه 1 و2. كنا بنقول الداله الفرديه لو عايزين نجيب نقطه ثانيه بنغير اشاره س وصاد. طب لو الداله اصلا بتمر بواحد و2 يبقى الداله الفرديه تمر بايه؟ سالب 1 وسالب 2، هي دي. طب لو كانت زوجيه كنت بغير اشاره س بس، كنت اخترت سالب 1 و2، يبقى الداله زوجيه بتمر بنقطه بنغير اشاره س بس لو عايز نقطه ثانيه. طب لو الداله فرديه بتمر بنقطه، لو عايز نقطه ثانيه بنغير اشاره السين والصاد. وضحتها في الحصه بالرسومات. تعال نشوف السبوره اللي بعديها اللي هي تقريبا ممكن تكون اخر سبوره. يلا بقى يا صاحبي نشوف اخر سبوره، نكمل الاسئله اللي كانت واقفه قصادك ديت بالاسئله الرسومات ديت. اول حاجه بيقول لي اذا كانت الدال داله زوجيه، عايز يعرف داله الالف زائد سالب داله الاثنين زائد داله سالب 2. بص، هي الداله لو زوجيه اللي هو الاس الزوجي كان بياكل الاشاره السالبه، فمعنى ان ديت داله زوجيه فبص فهتاكل الاشاره السالبه دي، يبقى الاولى داله الاثنين زائد من غير الاشاره السالبه بقت داله الاثنين، يبقى داله الاثنين وداله الاثنين عامله زي س وس 2 س، صاد وصاد 2 صاد، داله الاثنين وداله الاثنين 2 في داله الاثنين، صح كده؟ يبقى الاختيار هيكون رقم ايه؟ د. اللي بعديها شبه بالظبط، بيقول لك الداله دي داله فرديه، فلو كانت الداله فرديه بتطلع الاشاره السالب بره. اول حاجه دي ما فيهاش اشاره سالب فتنزل زي ما هي اصلا. طب دي فيها اشاره سالب فتطلع بره، يبقى موجب في سالب بسالب داله الالف. اي حاجه ناقص نفس الحاجه بيطيروا مع بعض ويكون بايه؟ بصفر، يبقى كده طلعت بصفر. يبقى فرق بين الاثنين دول كويس جدا. طيب هنا بيقول لك ا س اس 3 زائد ب س زائد ج، ودي داله زوجيه عايز يعرف الجيم بكام. تعالى كده معايا، دي داله فرديه. بص كده معايا، ركز معايا. لو عندي داله س بتساوي س اس 3 زائد 2 س زائد 5. بص، الداله دي من غير الخمسه، تمام؟ ده اس فرديه وده اس فرديه كده، دي فرديه. انما لو زودت هنا اي رقم هتبقى الداله دي ليست وليست. هتقول لي ليه؟ هقول لك هات داله سالب س، دي هتبقى سالب س اس 3، ودي هيبقى سالب س موجب في سالب بسالب 2 س، ودي ما فيهاش س فتنزل زي ما هي. فمش كله اتغير، الاثنين دول بس اتغيروا ودي اللي ما اتغيرتش. يبقى كده بالنسبه لي الداله ديت ليست وليست، فعشان تكون فرديه لازم يكون ده مش موجود. يبقى بص، عشان تكون الداله دي فرديه لازم الجيم دي ما تبقاش موجوده، يبقى الجيم دي بكام؟ بصفر. يبقى عشان تكون مش فرديه لازم ما يكونش فيه الحد المطلق ده، تمام؟ يبقى الحد المطلق ده بكام؟ بصفر. نفس الكلام الفكره دي. بص كده ركز معايا، هنا الداله دي بيقول لي زوجيه، فعايز يعرف الالف بكام؟ س اس 2 زوجيه عادي، والتسعه بس زوجيه لان هي مش هتغير اشارتها، ما لو الاشارات ما اتغيرتش تبقى زوجيه. لكن دي س بس يعني دي فرديه، فانا عايز اعرف امشيها بقى عشان تكون الداله زوجيه. فعشان امشيها يبقى الالف اللي جنبيها بكام؟ الالف اللي جنبيها بصفر، عشان يبقى صفر في س بصفر يبقى دي كلها مشيت. يبقى اتفضل لي س اس 2 زائد 9 ودي كده زوجيه. خد بالك، يبقى عشان تكون دي زوجيه يبقى الالف دي ما تكونش موجوده، تكون اصلا بصفر. طيب تعالى اللي بعديها نفس الفكره اللي جنب دي، بيقول لك 2 داله س زائد 8 داله سالب س على 3 داله س. بيقول لك الداله دي يا برنس فرديه. يعني ايه داله فرديه؟ يعني بتطلع الاشاره بره. يبقى انا بالنسبه لي 2 داله السين. طيب
السالب اللي هنا دي تطلع بره، تبقى موجب في سالب بسالب 8 دالة س على 3 دالة س. الكلام ده كله بتساوي 2 دالة س ناقص 8 دالة س بسالب 6 دالة س على 3 دالة س. طبعا دالة السين ودالة السين باي باي، يبقى سالب 6 على 3 فيها كام؟ سالب 2. ادي المسائل اللي انت بتقول عليها تريكات ومجنناك، هي سهله فكرتها. بص هي رياضه عموما سهله، مفيش حاجه، انا ما بعترفش ان في سؤال اسمه سؤال صعب. في سؤال انا فهمت فكرته وعرفت احله بقى سهل، وسؤال مش فاهم فكرته ومش عارف احله بقى صعب. تعال نشوف الرسومات. عايزين نعرف هي الداله زوجيه ولا فرديه. تعال افكرك بيها، كنا بنقول الداله الزوجيه بتكون متماثله حول محور الصادات، يعني الجزء اليمين زي الجزء الشمال، والداله الفرديه متماثله حول نقطه الاصل. كنا بنوضحها نقول اللي تلاقيه في الربع الاول تلاقي زيه في الثالث، واللي تلاقيه في الربع الثاني تلاقي زيه في الرابع، الفرد مع الفرد والزوجي مع الزوجي. تعال كده نبص دول. هنا اشوفها زوجيه ولا مش زوجيه؟ هل الجزء اليمين زي الجزء الشمال؟ لا. طب الشمال زي اليمين؟ لا، يبقى مش زوجيه. هرقم اللي وباع 1 2 3 4. هل اللي في الربع الاول نفس اللي في الربع الثالث؟ يبقى الداله دي فرديه. تعالى هنا شوفها زوجيه ولا مش زوجيه؟ ادي محور الصادات. هل متماثله حول محور الصادات؟ الجزء اليمين كله نفس الجزء الشمال؟ يبقى الداله ديت زوجيه. تعال نشوف دي، هشوفها زوجيه ولا مش زوجيه؟ هعمل كده، هل الجزء اليمين زي الجزء الشمال؟ لا. ايه؟ لا. امسك هما الاثنين زي بعض؟ لا. لا. ايه؟ هنا مفتوحه يعني كانها مقطوعه، هنا مش مقطوعه يبقى مش زوجيه، وكمان مش فرديه، الاول مش زي الثالث ولا الثاني زي الرابع، يبقى ديت بنقول عليها ليست زوجيه وليست فرديه، ليست زوجيه وليست فرديه. تعال نشوف دي، نشوفها حوالين متماثله حول محور الصادات ولا لا؟ ادي محور الصادات اهو. هل الجزء ده زي الجزء ده؟ لا. طب ده زي ده؟ لا. طب رقم كده اللي وباع 1 2 3 4. اسالك سؤال، هل الرسمه اللي في الجزء الاول نفس اللي في الجزء الثالث؟ طب هل العوجه اللي في الثاني طالعه من عند الاثنين مفتوحه نفس العوجه اللي في الثاني؟ اللي في الرابع زي اللي في الثاني. يبقى الداله ديت طالما متماثله حول نقطه الاصل، يعني الاول مع الثالث والثاني مع الرابع، يبقى دي داله فرديه. تعال بص برضه دي عشان خليها ابتاز كتير. هبص على الداله دي زوجيه ولا مش زوجيه؟ هقول لو محور الصادات اهو، هل هنا زي هنا؟ لا طبعا مش زيها. تمام، يبقى كده مش متماثله حول محور الصادات. اشوفها بقى في الاربع، ادي 1 ادي 2. هل اللي في الربع الاول زي اللي في الربع الثاني؟ طب هل اللي في الربع ده الثاني ده الثالث، الاول والثالث مع بعض، ودوت الثاني ودوت الرابع، هل اللي في الربع الثاني نفس اللي في الربع الرابع؟ يبقى الداله ديت بسم الله فرديه عشان متماثله حول نقطه الاصل. كده بالنسبه لك الفيديو تمام، كده احنا لمينا كل حاجه، داله زوجيه وفرديه. انا ماشي معاك الفيديو بفيديو، انا لميت لك كل حاجه. اشوفك في السنتر على خير.